لم يظهر جيرو، هارون رمزي ومسعود نصري على الركنية رأسية يا رب. السيتي لا شيء أجمل من مشاهدة أجويرو يحتفل بهدف، إنه مع كل احتفال يذكرهم بالبطولة. الرقم 16 يظهر في كل جولة، كيف له أن يغيب عن الجولة 16؟ أجويرو هذه أيامه، والسيتي بأجويرو يحقق أحلامه. المباراة التي كانت واحدة من أقل المباريات الأرسنال، لكن الآن خطفها هارون رمزي بيلعب كرة في مكان سليم، وصلت إلى مسعود وزين، الكرة معه بيرسل الكرة تسويبة من والكوت. الله، يعود الرقم 14 إلى المدرج، ويعود القميص 14 إلى الملعب، إلى الأهداف، إلى المرمى، إلى المتعة. أنفي والكوت القميص 14 أهم أرقامهم، واللقب 14 أهم أهدافهم. عاد والكوت من الإصابة لكي يسجل هذه الإصابة في مرمى السيتي. 1-1. كرة من مسعود ينظر، مسعود يصنع، مسعود إلى تيو، إلى والكوت. يحيى توريه محاولة في الجهة اليمنى، زبلت عرضية يا رب. ظهر وحش السيتي، ظهر نيجريدو، ظهر الرقم 9. نعم، أجويرو هو الهداف، لكن ذلك لا يعني بأن نيجريدو لا يسجل، لا يظهر. هو الثنائي، هو الوجه الآخر لأجويرو، الوجه الآخر لهجوم السيتي، لثنائي السيتي. وحش السيتيزن، وحش الاتحاد، نيجريدو يتابع عرضية زبلتها وتمريرة يحيى توريه. ضاعت واحدة، ضاعت ثنتين، الثالثة ثابتة يا نيجريدو، الثالثة ثابتة للسيتيزن في الوقت الذي نقول فيه بأن الجيم. لكن الآن فرناندينيو بيلعب لكرة يا رب. هجوم في بطولة الدوري، يتفوق على أقوى دفاع في السيتي. كلهم يسجلون. يخرج أجويرو مصابا ليدخلها فرناندينيو، معلنا إصابة ثالثة للسيتيزن في ملعب الاتحاد. يسطع البلومون بثلاثية الآن. شوف اللقطة، شوف الهفوة الدفاعية، شوف الفريق الذي لا يرحم، شوف القوة، شوف الركنة، شوف فرناندينيو، شوف واحد من صفقات الصيف بيرسل الكرة مرة أخرى. المحاولة إلى مسعود، استلام مع الدوران مع التسليم، رمزي يا لعيب، والكوت يا رب. تيري تعود عن طريق والكوت، عن طريق نفس القميص، عن طريق من يعود لهم، عن طريق الرقم 14. هذه كراتهم، هذه وقفاتهم، هذه لعبات الغزال، لعبات الغزال واهداف الخيال. الكرة ركنها هناك بعيدة يا بانتليمون، بعيدة على حارس السيتي أرسن فينجر. تعود لأماني نافاس يحاول، يا رب، لا يمنع بغير يسار، لا يمنع بغير يسار. اليسرى، وأي يسرى، يسار الساحر، يسار السلبة، يسار السيتي، يسارهم
تغير كل المسار، تعرف كل الأسرار، من نبات التسليم ومن أقدام سيلفا. ما تسلم ما تسلم يا تشيزني. عاد السيتيزن عادوا بالأربعة في قمة ال4-2 بالجرين. الفرصة راحت، وده يسجل، خاطره يسجل، نفسه يسجل، السيتي راح يسجل، لازم يسجل بالعافية، راح يسجل بالغصب يسجل. السيتي يحرق الملعب، يحرق المدافع، يحرق الدوري، يحرقون كل شيء في الاتحاد. لا طائرة تحلق يا فنجر سوى طائرة السيتي. هذه السماء ممنوعة إلا لملعب السيتي وفريق السيتي فقط. فرناندينيو الخامس أصبحت ثقيلة على المدافع، ثقيلة على الأرسنال. شوف الونتو، شوف فرناندينيو، شوف الكرات، شوف اللمسات، شوف المرور، شوف الخمسة. السيتي يقولها الكرة هجومية وليست دفاعية. الهجوم يتفوق على الدفاع، لكنها أصبحت تحت الخطر، تحت التهديد. عرضية عالية رأسية في المرمى، بنتنر يسجل ولا يلغى هذه المرة. في المرة الأولى لا يحتسب، لكن بنتنر يشارك في الأهداف الثمانية في هذه الموقعة وهذه المباراة، ويقلل من قسوة خسارة النتيجة وفوز السيتي. بكاري الثانية، هروبي بنتنر وضع الكرة منذ أن شارك وهو يتحرك وهو يزهد وهو في خاطر شيء، في راسه شيء وده يقوله. هذا هو قاله، وهذا هو استلال في ليلة تاريخية للسيتي في لقاءاته مع الأرسنال. أكثر مرة السيتي يسجل في تاريخه على الأرسنال في مباراة واحدة 5. ويحيى توريه قد يأتي بالسادس، قد يأتي بهدفه الثامن في هذا الموسم. ميلنر يحصل على ركلة جزاء تاريخية قد تكون الآن. تشيزني في المرمى، يحيى معه يعيش السيتي، يحيى السيتي بمباراة تاريخية وأيام تاريخية وفوز تاريخي على الكبير الأرسنال. ليلة يظهر فيها الكبير، يظهر فيها البلومون، يظهر فيها السيتي بالشخصية، بالقوة، بالسطوة، بالقسوة، بالرعب، بالهجوم، بالأهداف.